يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده جوله جديده من جولاتنا في شوارع القاهره. جولات النهارده هتكون استكمالا لجولاتنا في منطقه حي حلوان. جولات النهارده هتكون من منطقه حدائق حلوان. هنحاول برضو نمشي في الشوارع الرئيسيه او من اشهر الشوارع اللي موجوده في منطقه حدائق حلوان ونتعرف عليها ونشوفها مع بعض. حاليا كده انا بادئ الجوله منين؟ انا بادئ الجوله في شارع من اهم شوارع حدائق حلوان، وهو شارع توتونجي. شارع اسمه غريب بس اعرفكم سبب التسميه ومن هو توتونجي اللي مسمي الشارع ده على اسمه. طبعا منطقه حلوان او حدائق حلوان هي تبع حي حلوان اللي موجود في جنوب القاهره. يلا بينا بقى نبتدي جولتنا ونتعرف على منطقتنا الجميله اللي هنلف فيها النهارده ونشوفها مع بعض. واول حاجه احنا ممكن نتعرف عليها النهارده في جولتنا هو الشارع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. شارعنا اسمه شارع توتونجي. شارع توتونجي هو من اهم الشوارع اللي موجوده هنا في منطقه حدائق حلوان. شارع رئيسي، شارع برضه بيمسك شويه تقاطعات برضه مهمه جدا جدا. طبعا واهمها التقاطع اللي جاي ده، التقاطع اللي جاي اللي هو شارع حموده. شارع حموده الاهميه اللي فيه ان هو موجود فيه محطه مترو حدائق حلوان. احنا لو خدنا الشارع ده شمال بنوصل لمحطه مترو حدائق حلوان. طبعا هي دي المحطه الخامسه في خط حلوان المرج اللي هو الخط الاول، اللي هو يعتبر اقدم خط مترو اتعمل في الشرق الاوسط وافريقيا. تعالوا نكمل في شارعنا. طبعا في شارع الجامع. الشارع الجاي برضو شارع برضو من الشوارع المهمه والعريضه. ميزه حدائق حلوان يا جماعه ان شوارعها منتظمه وعريضه، يعني شوارع مستقيمه ومنتظمه وعريضه. دي اللي بيميز منطقه حدائق حلوان او حدائق حلوان الاصل. وبرضو عايز اقول لكم ان حدائق حلوان في زمان اول ما اتعملت هي ما كانتش كده. حدائق حلوان كانت تقسيماتها يا جماعه فيلل. هي كانت كل شارع او كل مربع يطلع منه كام شارع كده او اربع شوارع، وفي وسطهم اربع ابنيه او اربع فيلل. كان شوارع منظمه جدا جدا، شوارع جميله وراقيه، وكان في شجر كتير مزروع في منطقه حدائق حلوان. كانت بصراحه منطقه راقيه جدا جدا جدا، كانت تعادل رقي كده منطقه حلوان نفسها في زمان، طبعا في زمن العصر الملكي. وطبعا شارع توتونج اللي احنا ماشيين فيه يعتبر اسمه هو اسم مش اسم الراجل، هي كانت وظيفته، وظيفه الراجل اللي بنى منطقه اصلا حدائق حلوان. وظيفه توتونجي دي بيقال عليها ان الراجل اللي كان بيشيل علبه الدخان للملك، هو دي كانت وظيفته، كانت اسمها الوظيفه اسمها توتونجي. وهو الراجل اللي كان بيحمل علبه الدخان للملك هو الراجل اللي خد ارض حدائق حلوان. يا رب تكون فاهمين كلامي. ماشي كده احنا داخلين على شارع ايه؟ طبعا ده شارع لمع المطيعي اللي هو على ايدينا اليمين وايدينا الشمال. وبعد كده هندخل يا جماعه على بسم الله الرحمن الرحيم. شارع ايه اللي احنا داخلين عليه؟ نسيت اهو. التقاطع اللي جاي طبعا تقاطع جمال عبد الناصر، هو من اشهر التقاطعات ومن اشهر الشوارع اللي موجوده هنا في منطقه حدائق حلوان. وكده احنا خدنا الشارع الرئيسي اللي احنا فيه ده خالد ابن الوليد. كده احنا سيبنا شارع توتونجي وماشيين في شارع خالد ابن الوليد. والتقاطع اللي فات طبعا هو اهم تقاطع برضه احنا هنمشي فيه على فكره، اللي هو تقاطع شارع جمال عبد الناصر، اللي هو بياخدك من عند سور المترو يوديك لحد كورنيش النيل وابراج منتصر. ده يعتبر من اهم الشوارع. وبرضه المنطقه بتاعت خالد ابن الوليد اللي احنا فيها دي او شارع خالد ابن الوليد او تقسيم، هنا طبعا في اكتر من تقسيم. تقسيم النصر اعتقد اللي احنا جايين رايحين عليه تقسيم فريد زكي. منطقه حدائق حلوان هي فيها تقسيمات كتير، يعني المناطق اللي فيها دايما يقول لك عليها تقسيم، يعني تقسيم النصر، السهرات، تقسيم فريد زكي، مدينه الهدى، تقسيم المعلمين طبعا. واحداثهم طبعا ايه؟ مدينه الضباط والنقابات اللي هي موجوده الناحيه الثانيه من سور المترو. المنطقه برضو اللي احنا فيها دي او الشارع خالد بن الوليد، الجزئيه دي جزئيه حيويه جدا جدا جدا، فيها محلات ومطاعم وسوبر ماركت كتير جدا. وفي الاخر طبعا في اسم شرطه المعصره، وفي السنترال بتاع حدائق حلوان، وفي طبعا في رئاسه حي المعصره ورا، وفي محكمه الاسره ومستشفى المثلثات. دي متواجده في وشنا كده على طول، يعني احنا مش هنكمل طبعا على طول. على طول بندخل بقى طبعا لمنطقه وادي خوف او مش وادي خوف، اسمها ايه؟ وادي حوف، صح، ده عين حلوان اللي عند المترو. وادي حوف صح. طبعا احنا هناخد الشارع اللي جاي شمال. الشارع اللي جاي شمال ده كده شارع اسمه شارع رقم واحد، هو ده كده المسمى بتاعه. ويمنا كده اسمه شارع الجمعيه، وفي هنا نادي، وفي في حاجات كتير كده طبعا ناحيه قصدي اليمين اللي هي شارع الجمعيه. هندخل شمال كده احنا في شارع واحد لحد ما بنوصل لشارع المترو نفسه اللي هو يبقى فيه سور المترو. احنا برضو ممكن نكمل جولتنا ازاي؟ يعني انا راسم ان شاء الله في دماغي احنا نمشي كده في شارع واحد هنوصل لشارع السكه الحديد اللي هو شارع سور المترو نفسه، مترو طبعا مترو حلوان. هنكمل فيه واخد بيكم شارع حموده. شارع حموده قلت لكم اللي هو يعتبر من اشهر الشوارع وازحمها في منطقه حدائق حلوان، عشان يعني محطه مترو حدائق حلوان الموجوده. هنكمل لاخره لحد ما نوصل ناخد شمال كده من عند مجرى السيل
وناخد شارع جمال عبد الناصر ونطلع على كورنيش النيل، وان شاء الله نختم جولتنا هناك. ده كده المخطط. قلت همشي في الثلاث شوارع دول، اللي هو شارع تاتونجي، شارع جمال عبد الناصر، شارع حموده. دي تعتبر، هي مش تعتبر طبعا، في شوارع مشهوره كتير او مهمه كتير، بس انا اعتقد من وجهه نظري دي اهمهم في منطقه حدائق حلوان. وكده بقى احنا هنروح فين؟ احنا كده داخلين على شارع السكه الحديد شمال، تمام كده. على يمنا هيبقى سكه الحديد، شارع سكه الحديد او مترو حلوان. مترو طبعا حلوان المرج ده من اقدم خطوط المترو اللي اتعملت في مصر والوطن العربي وافريقيا، وده اول خط مترو اللي موجود على ايدنا اليمين. ده اول خط مترو اتنفذ هنا في القاهره. اتفتح امتى تقريبا؟ هو اتفتح على مرحلتين. المرحله الاولى اتفتحت سنه 1987 اللي هي كانت من حلوان لحد اعتقد عابدين، او ممكن السيده زينب اعتقد. والمرحله الثانيه اللي هي وصلت لحد المرج اللي هي اتفتحت سنه 1989 باجمالي 35 محطه مترو. ده كده المرحله الاولى او الخط الاول، اسف الخط الاول، لان احنا عندنا الخط الثاني اللي هو بيربط بين ومين، بين شبرا الخيمه ومحطه ام المصريين. وفي طبعا الخط الثالث اللي هو عدلي منصور لجامعه القاهره. وفي لسه برضو الخط الرابع بيتعمل، ولسه طبعا في المونوريل، وفي ليله كبيره سعادتك يعني. طبعا احنا هنفضل ماشيين كده لحد ما نوصل لشارع حموده. طب احنا ممكن ايه التقاطعات اللي هنعدي عليها او الشوارع اللي هنعدي عليها ايدينا الشمال؟ طبعا من بعد شارع واحد في شارع الحسين، وبعد كده الهدى والنور، وبعد كده طبعا شارع جمال عبد الناصر اللي احنا هنمشي فيه برضو، وطبعا لمع المطيعي ودميان ومحمود الشامي والوكيل وحسين حسني والجامع، وبعد كده حموده اللي احنا ندخل منه شمال ان شاء الله عند محطه المترو، وبعد كده الحموي وخضر والشريف وسيجوارد. دول اللي احنا عدينا عليهم في اول الجوله من اول ما ابتدينا كده من عند شارع تاتونجي. هنفضل ماشيين في شارعنا الجميل ده. وطبعا احنا زي ما قلت لكم بما ان احنا ماشيين جنب المترو فهنتكلم عن مترو حلوان او مترو القاهره. مترو القاهره طبعا يا جماعه، او الثلاث خطوط مترو القاهره بينقلوا تقريبا من 3 مليون ونص ل 4 مليون راكب يوميا. دي طاقه المترو او نقل الركاب اللي بتتنقل يوميا من خلال بس شبكه مترو الانفاق. وممكن نقول ايه تاني؟ يعني في ممكن كلام كتير نقوله. موضوع مترو الانفاق ما كانش وليد اللحظه، او مثلا مش من ايام محمد حسني مبارك، لان المترو اتعمل ايام محمد حسني مبارك، لا ده من ايام عهد الملك فؤاد الاول كان بيفكر في الموضوع ده، بس ما كملش، ما خدش الموضوع بجديه. وبعد ثوره يوليو في عهد جمال عبد الناصر كانوا برضو عايزين يعملوا خط مترو انفاق في القاهره، بس طبعا باحداث 67 والحرب والحاجات دي كلها كانت الحاله الاقتصاديه في مصر لا تسمح. كده على يمنا يا جماعه محطه مترو حدائق حلوان، هي المحطه اللي موجوده على يمنا. اعرف تكاتك كتير يبقى اكيد ده مترو، يعني هم ما بيسيبوش مكان حيوي الا ما بيقفوا فيه. طبعا ده كده محطه مترو حدائق حلوان اللي موجوده على اليمين، خامس محطه في خط حلوان المرج او المرج الجديده. ندخل بقى شمال من شارع حموده، شارع طبعا شارع حيوي وشارع تجاري كله محلات وكله عمارات وكله سكان، يعني الدنيا فيه جميله جدا جدا، ومن اجمل الشوارع انها ممكن تتمشى فيها. نكمل برضو النبذه السريعه برضو عن المترو. قلت لكم المترو في ايام الملك فؤاد، وفكرته يعني كانت من ايام الملك فؤاد، وبعد كده في عهد جمال عبد الناصر كان عايز برضو يعمل مترو، بس بظروف الدوله الاقتصاديه ما كانتش تسمح يعني ان انت تعمل مترو بالتكلفه الضخمه دي. وبعدين في السنوات اعتقد صدقوا على القرار، بس اتعمل في عهد جمال عبد الناصر. واول افتتاح للخط الاول لمترو الانفاق اللي هي المرحله الاولى كانت سنه 1987، والمرحله الثانيه اتفتحت رسميا اللي هي بقى الخط الكامل بكله كانت سنه 1989. عارفين يا جماعه كانت التذكره بكام؟ كانوا عاملين التذاكر ثلاث مراحل كده، يعني اول 9 محطات ب 10 قروش بباريزه، ومن بعد المحطه العشر، من بعد المحطه التاسعه يعني لحد المحطه ال 18 كانت ب 15 قرش، وتركب الخط كله شامل من اول حلوان لحد المرج كان ب 25 قرش. الكلام ده فضل يا جماعه اعتقد لحد سنه 2002، وبعد كده غليت التذاكر لربع جنيه و50 قرش و75 قرش. ده لحد كام؟ لحد 2006. يعني لحد 2006 كانت تذكره المترو ب 75 قرش، وبعد كده اعتقد وحدوها بقت بجنيه، وبعد كده خلوها طبعا من سنه كام بقى؟ اعتقد من 2018 باين يا جماعه لما غلوا التذاكر، اعتقد 2018 خلوها ب 3 جنيه و5 جنيه و7 جنيه، وحاليا بقت ب 5 جنيه و7 جنيه و10 جنيه. طبعا الاسعار دي اللي هي على حسب المحطات، يعني ركبت لحد المحطه 9 ب5، لحد المحطه 16 ب7، لحد طبعا اخر المترو ب 10 جنيه. دي كده اسعار المترو لحد وقتنا هذا. نرجع بقى لجولتنا. المترو خد علينا كلام كتير ماشي، ونكمل في جولتنا. كده احنا هنوصل لفين؟ هنوصل لشارع اللي ترع كده اسمها مجرى السيل. والله مش متذكر، لان انا كنت برضه عامل حلقه عن حدائق حلوان وكلمت عن الترعه دي، فبعتقد ان قلت عليها معلومات غلط،
فبالتالي انا مش هقول معلومات عشان ما يبقاش في ايه انا قلت المعلومات غلط مرتين. هنوصل بعد كده ان شاء الله بعد مجرى السيل ناخد شمال وناخد شارع جمال عبد الناصر. وشارع جمال عبد الناصر ده من ازحم الاماكن اللي موجوده هنا في حدائق حلوان. يعتبر شارع رئيسي، شارع حيوي، شارع مدخل رئيسي يدخلك لمنطقه حلوان، حدائق حلوان اسف، من كورنيش النيل. يعني انت لو عايز تدخل حدائق حلوان من كورنيش النيل تدخل لازم من شارع منتصر او شارع يعني جمال عبد الناصر. طبعا في شوارع دلوقتي استحدثت لاخر مثلا 7 سنين 8 سنين او من بعد 2013 او 2014، اللي كان في منطقه فاضيه كبيره كده كانت في منطقه حدائق حلوان كده ناحيه الكورنيش، اتبنت كلها في شارع ال20 بقى برضو من الشوارع الحيويه اللي موجوده، اللي بيربطك برضو يدخلك منطقه حدائق حلوان لجوه. وبقت في شوارع كتير يعني مش شارع بس ال20، بس اشهرهم طبعا شارع جمال عبد الناصر او شارع منتصر، لان هو في ابراج منتصر او ابراج المهندسين اللي موجوده على كورنيش النيل. طبعا على شمالنا ده خير زمان. وكده احنا واصلين لشارع مجرى السيل. اعتقد مجرى السيل يعني اعتقد معموله للفيضان او السيول، يعني اعتقد دي فكرتها، او ممكن اعتقد هي اصليه مربوطه من النيل، ممكن لو النيل عالي فممكن الزياده بتمشي فيه، اعتقد يعني هذا يعني. ولو حد عنده معلومه اكيده يقولها مفيش مشكله، واحنا كلنا بنسمع من بعض. وبما اننا برضو في شارع حموده، احنا في شارع حموده خلاص داخلين لاخره. من اهم الشوارع اللي موجوده او بتقطع شارع حموده طبعا في شارع الجندي اللي هو قبل توتونج على طول، وبعده في شارع لطفي، وفي برضه شارع ميدان الجامع برضه من الشوارع المشهوره، وفي شارع عبد الحميد الديب اعتقد وعلي السايس، لحد ما بنوصل لشارع مجرى السيل اللي احنا داخلين عليه دلوقتي. هي الترعه او مجرى السيل اللي موجود قدامنا ده يمين ياخدك اعتقد شارع المصنع، شارع المصنع لحد ما يوديك كورنيش النيل، طلع كده كورنيش النيل والمعديه بتاعت الحوامديه. شمال طبعا احنا ناخد طبعا شمال كده في اول يمين الجاي، وهنمسك شارع جمال عبد الناصر ان شاء الله. طبعا جولتنا يا جماعه زي ما قلت لكم هي مكمله لمنطقه حلوان. انا نزلت اول فيديو اللي هو فيديو المعصره، لو عايز تتفرج عليه هتلاقيه عندك في فيديوهات القناه. رجعت لكم تاني معلش بعد عطل كده. المهم زي ما قلت لكم احنا جولتنا يعني هي مكمله لمنطقه حلوان ان شاء الله. انا هصور لكم مناطق حلوان، لان حلوان منطقه كبيره جدا بتمسك معاك كده من عند ترى او من بعد المعادي لحد مايو والتبين، دي كلها تتبع حي حلوان. بس طبعا انا مش هصور كل الاماكن دي. انا ابتديت بيكم بالمعصره، بعد المعصره طبعا هيبقى يكون حدائق حلوان. بفكر اصور في الدواجن، لان الدواجن ما صورتش فيها قبل كده، يعني مثلا حدائق حلوان صورت فيها ممكن اعتقد مرتين قبل كده، والجولتين دول هتلاقيهم عندك في فيديوهات القناه. نفس الشيء المعصره ممكن اكون مصورها 3 مرات قبل كده او 3 مرات. مرتين انا بحب اصور المعصره جدا في رمضان، يعني ليالي رمضان لازم ببتدي باول جوله ليا بتبقى في المعصره بسبب الزينه الجميله اللي بتبقى معموله في منطقه المعصره او في حي المعصره اللي في رمضان يعني. وحدائق حلوان برضو صورتها في رمضان وصورتها برضو في غير رمضان. منطقه حدائق حلوان منطقه جميله ومنطقه منظمه ومنطقه راقيه الى حد ما. يعني حدائق حلوان زمان كانت تعتبر من المناطق الهاديه والمناطق الراقيه. طبعا مع التكدس السكاني والزحمه والحاجات والزحف السكاني ما فيش حاجه بتبقى راقيه بصراحه. يعني هي للاسف القاهره فيها كام مليون عايش فيها؟ فوق ال 25 مليون، فرقم كبير جدا جدا عايش في القاهره الكبرى، فده رقم كبير على رقعه سكانيه صغيره. ناخد بقى يمين من هنا، يمين من هنا نمسك شارع كده، احنا في شارع جمال عبد الناصر. شمال كده يمسكنا توتونج اللي احنا كنا فيه من شويه، ويدخلك برضو على شارع دايما اللي بنسى اسمه. خلينا كده احنا خلينا في جولتنا طبعا ده شارع مجرى السيل، ودي كده شارع جمال عبد الناصر، ودي جولتنا الثانيه في حدائق في منطقه حلوان. صورنا المعصره ودي حدائق حلوان، وان شاء الله هصور لكم الجوله الجايه الدواجن. الدواجن دي مش فراخ يا جماعه، دي منطقه اسمها منطقه الدواجن على طول، هي مكمله لمنطقه حدائق حلوان. وبعد كده ان شاء الله بصور لكم برضو حلوان. برضو همسك لكم الشوارع المهمه، يعني انا مش همشي بيكم في جوله عشوائيه، هنمشي في الشوارع المهمه اللي موجوده في المنطقه. يعني هنا كده شارع جمال عبد الناصر اللي احنا ماشيين فيه ده شارع تجاري بحت، شارع كله محلات واسواق وشارع زحمه جدا جدا. انا مش مصدق الناس اللي ماشي فيه وفاضي كده يعني، فانا دي حاجه كويسه جدا يعني عشان تشوفوا المحلات وتشوفوا الشوارع او تشوفوا الشارع براحتكم. طبعا اخر الشارع ده هيكون في ايه؟ طبعا الشارع الرئيسي اللي هو شارع 3 الخشاب، شارع برضو كبير بيمسكك اعتقد من المعصره لحد ما يوديك للكهرباء. شارع طويل جدا جدا بيمسك اكتر من منطقه ببعض. وهندخل بقى في شارع اخر جمال عبد الناصر اللي هي منطقه طبعا ابراج المهندسين او ابراج منتصر، لحد ان شاء الله ما نوصل
لكورنيش النيل، ومن هناك ان شاء الله نختم جولتنا في منطقه حدائق حلوان الجميله. زي ما قلت لكم حدائق حلوان اللي عملها او اللي بناها طبعا يعني بتدخل تقرا عن حدائق حلوان ما تلاقيش بصراحه اي معلومات، ودي حاجه رخمه جدا جدا. يعني انا حاولت اتكلم عن الشوارع واسماء الشوارع واهم الشوارع الموجوده فيها، بس مين اللي اسس؟ زي ما قالوا هو واحد كان شغال في البلاط الملكي، شغال في وظيفه تاتونجي اللي هي بيشيل علبه الدخان الخاصه بالملك، والملك اهداه منطقه حدائق حلوان. متخيلين راجل بيشيل علبه دخان والملك اهداه قطعه ارض كبيره زي كده اللي هي حدائق حلوان. الناس دي كانت سخيه جدا جدا بصراحه، يعني ان واحد يعني يكون في وظيفه مش قويه زي دي ويديله ارض كبيره زي دي، بل بالعكس ده جاب شركه سويسريه وشركه فرنسيه هي اللي تبني المنطقه. متخيلين؟ يعني الراجل كان واصل قوي يعني. فكده احنا مكملين في جولتنا في جمال عبد الناصر ومنطقه حدائق حلوان الجميله. طبعا المنطقه يا جماعه كانت زمان كانت جميله وهاديه، دلوقتي بقت مكتظه بالسكان طبعا، وكل الفيلا اللي كانت موجوده زمان اتهدت واتبنى مكانها طبعا ابراج زي ما انتم شايفين وعماير. كل طبعا بيفكر في الربح السريع والاستثمار السريع، او عددنا بقى كبير فمش هينفع يشيلنا فيلا، يعني الفيلا ولا المباني اللي دور او دورين مش هتكفي العدد الكبير ده من السكان، فعشان كده كله بيتجه انه يبني عمارات او ابراج عشان تشيل عدد كبير من السكان. وطبعا بقى لو احنا حبينا نتكلم عن حدود حدائق حلوان، يعني هنقول لو يمنا كده هيكون ماسكه المعصره، لو في وشنا كده طبعا هيكون كورنيش النيل ونهر النيل، في ظهرنا هيكون طبعا طريق الاوتوستراد ومترو الانفاق، وشمالنا طبعا هيكون منطقه الدواجن او الكهرباء او المناطق اللي هي تعتبر بعد حدائق حلوان على طول. دي كانت جولتنا، جوله سريعه جدا جدا في حدائق حلوان. اتمنى يا رب تكون الجوله عجبتكم، والشوارع اللي انا مشيت فيها او انا اخترتها تكون جولتنا عليها تكون عجباكم. دي من اهم الشوارع اللي موجوده في حدائق حلوان اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. شارع طبعا شارع جمال عبد الناصر احنا فيه، زي ما قلت لكم شارع حيوي، شارع كله محلات تجاريه، شارع بيقصده كل سكان حلوان لو عايزين يشتروا حاجه للبيت عندهم. ان شاء الله الجوله الجايه ان شاء الله اعتقد هعمل لكم الدواجن باذن الله او حلوان على حسب الوقت عندي. لو حبينا اصور لكم منطقه الدواجن، طبعا دي منطقه مستحدثه نسبيا، هي لسه بقى منطقه مش قديمه، يعني منطقه حدائق حلوان منطقه قديمه اعتقد في الاربعينات اتبنت، لان منطقه حلوان كمدينه او اتاسست فعلا كعصر كمدينه حديثه سنه 1909. متخيلين منطقه حلوان نفسها متاسسه في 1909، بس هو يعود عهدها بيقول لك العهد الفراعنه. يعني حلوان كمنطقه حلوان نفسها منطقه اثريه، منطقه قديمه جدا جدا يعد يعني من الاف السنين، بس هي رجعت كمنطقه حديثه وبنيه حديثه. هي كانت رسميا سنه 1909. ومن كبرى منطقه حلوان احنا كده في تقاطع على فكره طلعت الخشاب، واللي قدامنا دي طبعا دي ابراج المهندسين او ابراج منتصر بيطلق عليها، يعني ابراج شارع منتصر او ابراج منتصر. وبعدها على طول هندخل لكورنيش النيل ان شاء الله. وكان على يمنا بعد ابراج منتصر كانت الحته دي كلها صحراء وفاضيه، اتبنت كلها ابراج كبيره جدا جدا، وللاسف يعني هم طلعوا بابراج وخلوا الشوارع ضيقه، يعني مش عارف ازاي يبقى برج 15 دور و14 دور ويكون شوارعه ضيقه قوي كده. يعني عموما خير، يعني دي كانت جولتنا السريعه في منطقه حدائق حلوان. اتمنى يا رب تكون الجوله النهارده عجبتكم، ويا رب لو الجوله عجبتكم تعملوا لايك للفيديو وتقول لي رايك في كومنت، ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبوصلنا بقى لشارع منتصر او اخر شارع جمال عبد الناصر هتكون انتهت جولتنا النهارده. يا رب الجوله تعجبكم، وبنهايه كل حلقه كالعاده هنقول انتظروني في فيديوهات تانيه كتير، وكان معاكم احمد، والسلام عليكم ورحمه الله.